ليه خوان بيزيرا احسن جناح دخل الدوري المصري؟ قول من 7 8 سنين كمان، مش 3 4 سنين. هتقولي كل ده عشان جاب جون، كل ده عشان آه كام اسيست، هو شايف ارقامه بتاعها؟ هقول لك لا، بص بشكل اوسع. حتى في ابراهيم اشرف بن شرقي مع الزمالك، مالك حتى مع كينو اللي كان بيقدمه مع بيراميدز، طول الوقت الجناح عندنا بيبقى عنده ميزه من الاثنين: يا اما بيقدر يصنع ويرقص في لعب مقفول فول يا واستحواذ، يا اما بيبقى جناح تحولات يقدر يجري ويروح. انما عمرك ما كان عندك الجناح اللي بيعمل الاثنين. خوان بالزيرا هو الجناح اللي بيعرف يعمل الحاجتين دول. بص على اخوان بيزيرا، وقت ما اللعب مقفول ومحتاج صانع العاب وانت معاك الاستحواذ، هو بيقدر يصنع، بيقدر يشوط، بيقدر يوصل المهاجم، بيقدر يوديه في فرص سانحه ان هو يجيب اجوان. طيب، عايز تلعب تحولات سريع، بيجري، بيقلب الملعب، بيبقى تحولات فينيشر، اول ما الكره هتجيله بيقفل، ما بيضيعش، بيعرف يقفل الكره ازاي ويدخلها الجون ويحطها مضمونه. ده جناح متكامل. عشان كده هو احسن جناح دخل مصر في اخر 5 أو 7 سنين.